السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم رشا النشاوي للتورت والجاتوهات وللبيع اونلاين. لو انت بتشوفيني لاول مره ما تنسيش تعملي لايك وشير وتفعلي زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصلك كل جديد اول باول. ان شاء الله معنا النهارده تورته بالشوجر شيت زي ما انتم شايفين. هقول لك كل التريكات، هقول لك ازاي تطلعي تورته مقاس 30 في 30 من صاجين 30 في 40 بدون قالب. هنعمل مقدار على مرتين وبرده هنزين على مرتين، واقول لك ازاي الطريقه السليمه لو انت مبتدئه ان انت تجلسي بيها الكيك ويطلع معاكي مظبوط جدا، وازاي تحافظي على الصوره بالشكل ده ما تكرمش ولا تبوظ معاكي، وكمان تركات التسويه وسعر البيع. بس يا ريت تخليكي معايا لاخر الفيديو. زي ما انتم شايفين معانا الاسبونج زي ما قلت لكم هيبقى ان شاء الله على مرتين. معانا هنا 350 جرام دي اسبونج جاهز بالفانيليا، وحطيت عليهم 8 جرام كاكاو خام اسباني. يعني لو انت عندك قالب 30 في 30 هتعملوهم على بعض مره واحده كده. انا هنا بحب اعمل على مرتين. حطيت اول مقدار اللي هو 350 جرام دي اسبونج وعليهم 8 جرام كاكاو خام اسباني، وحطيت تلت كوبايه ميه متلجه من الفريزر، وعليهم معلقه محسن جل، واكسر زي ما انتم شايفين 3 بيضات. طبعا الميه متجه من الفريزر، كل مره بقولها يا جماعه نتيجه الميه متجه من الفريزر بتدي نتيجه هايله جدا. في التوقيت ده انا طبعا شغلت الفرن على درجه حراره من 200 ل 220 قبل ما بنشتغل في المقادير. طبعا انا ضربتهم في العجان وهبدا اكمل بقيه المقدار تاني اللي احنا هنكرره تاني في صاج تاني. هنحط هنا الثلاث بيضات والتلت كوبايه ميه وذره الفانيليا ومعلقه محسن جل، وجهزت كل المقدار على بعضه بالشكل ده جنب الدقيق زي ما انتم شايفين عشان احطهم على طول في العجان ويعني واختصر الوقت. جبت صاج مقاس 30 في 40 وغلفته بورق زبده بالشكل ده، وهبدا احط عليه الخليط. طبعا هنا الخليط لو انت حابه لو كترت الكاكاو عن كده هيكتب معاكي الكيك، فانا حطيت 8 جرام كاكاو بس. وبعد كده هكمل عايزه اغمق الكيكه، فبحط هنا نقطه لون اسود ونقطه لون بني ونقطه لون احمر، بتدي درجه الكيكه تكون غامقه، يعني اللي يشوفها يحس ان فيها كميه الكاكاو كتير. تمام. انا قلبته بالسباتولا بالشكل ده. طبعا ما تضربوش بالعجان، لازم تقلبيه بالسباتولا او بالعجان على اقل درجه في العجان، علشان كتر التقليب طبعا بيخلي اللون يفتح. نزلت الخليط زي ما انتم شايفين في الصاج وهسويه مظبوط. وبعد كده حطيت الخليط التاني بقيه المقادير اللي هو بتاع الصاج التاني. طبعا هتقعد في الفرن من 10 دقايق ل 15 دقيقه على حراره من 200 ل 220. وبعد كده جهزت المقدار التاني. الطريقه دي ناجحه ومضمونه، طبعا نزلتها في فيديوهات كتير على القناه. انا بحب تسويه في الصاج عن القوالب، وناس كتير ما عندهاش القوالب، والنتيجه دي بيكون مرتفعه ومرضيه وتوفير في الوقت كمان، ان بتقعد 10 دقايق بس الفرن، ممكن تدخلي الصاجين مع بعض افضل من انك تعملي قالب 30 في 30 ويقعد معاك ساعه الا ربع او ساعه. تمام. طلعت اول صاج زي ما انتم شايفين، اختبرته بالخله وحطيت على ورق زبده، وبحب احط اغطيه بورد بالشكل ده واقلبه على وشه. هتشوفي اللي بقلبه على وشه هتبص تلاقي الوقت الوش عرقان ومطلع معاكي ورق الزبده وجميل جدا. نبدا انا بقى في الكريم شانتيه. سبته طبعا لما يبرد لتاني يوم. الكريم شانتيه هنا يا جماعه انا هجلس على مرتين علشان نتيجه التجليس تكون طالعه ومرضيه، ان الطريقه دي تنفع للمبتدئين جميله جدا. حبيت اعملها لكم المره دي. معانا هنا 180 جرام كريم شانتيه خام بدون سكر، وعليهم 50 جرام سكر حبيبات، وعليهم 10 جرام كاكاو خام اسباني، وعليهم كوبايتين ميه متلجه من الفريزر. طبعا الميه بتضاف حسب المكان اللي انت والوقت اللي انت شغاله فيه. هحط كوبايه ونص بس، وهحط عليهم معلقتين جناش بعد ما تضرب. وبعد ما تضرب عشان اغمق الكريمه بحط برضو الوان الجل اللي انا قلت لكم عليها. انا هنا شايفين الكيكه ما شاء الله طريه وهشه وجميله جدا ولونها جميل زي ما انا عايزاها. ده ارضيه واحده، وشايفين شايفين وش الكيك طالع بورقه الزبده بالشكل ده. بشيل بقى الطبقه بعد كده الباقيه دي. شايفين طريقه الكيك؟ عشان كده انا يا جماعه مش بسقي الكيك خالص، انا ضد سقيه الكيك والحمد لله. جبت هنا بالطرنش وقصيت تلت الديسك بتاع الكيك زي ما انتم شايفين. عملت هو الطبقتين اللي في النص. وبعد كده يعني هنا الصاج بيكون 30 في 40 عشان اوضح لك اكتر. بتاخدوا تلت الصاج بس، تاخدي تلت الصاج ده وتلت الصاج التاني بيكون هما الطبقه اللي هي في النص، بيكون نصين. تمام. وبتبقى معانا طبقتين سلام من كل صاج، طبقه سليمه بنحط واحده تحت واحده فوق زي ما انتم شايفين دلوقتي. جبت بورد 30 في 30، حطيت جزء من كريم شانتيه على البورد عشان يمسك التورته معايا، وبدات احط طبقات زي ما انتم شايفين. لو تلاحظ ان انا بحب احط الجناش على كيك مباشره، بيدي تيست جميل جدا في الطعم. وهتشوف راي العميله في اخر الفيديو ان شاء الله، وهتشوفي كل حاجه وهتشوفي الريفيو بتاعها.
وبحطه طبعا انا حطيت هنا برضو على فكره برضو معلقتين جناش على الكريم شانتيه، بدأت تستجم جدا في الطعم. شو بقى اما يكون معلقتين جناش على الكريم شانتيه وكمان على الكيك، صراحه بيدي تيست جميل جدا في الطعم وبيكون جميل جدا. وانا جربته صراحه، يا ريت تجربوه. انا بحطه على طول على الكيك مباشره، الكيك بيشرب الجناش، بيدي طعم حلو قوي يعني. هنبدا هنا بقى نجلس على مرتين. انا عملت اول كميه كريم شانتيه، ممكن تعملي الكميه كلها على بعضها وتجلسي مره واحده، بس انا هنا حبيت ان انا اجلس على مرتين عشان المبتدئين. جبت يعني جزء بسيط جدا من كريم شانتيه، طبعا بعد ما سويت الاربع اطراف بتاع التورته لازم تتساوى، وبدات احط طبقه بسيطه جدا من الكريم شانتيه واساوي كده واظبط الكيكه، وبعد كده ادخلها الفريزر او التلاجة. انا في التوقيت ده حبيت عشان اعمل لكم المقطع ده في الفيديو، حبيت ان انا اعمله وبيتها في التلاجة لتاني يوم لحد ما اكمل بقيه تزيين التورته. لكن انا عامه بحب اساوي يعني اجلس مره واحده، بس علشان المبتدئين حبيت اعمل لهم النظام ده. بتحط طبقه بسيطه جدا من الكريم شانتيه على التورته زي ما انت شايفه كده، وبعد كده بتمسحي البورد وتدخليها التلاجة تبات، او لو انت هتشتغل على طول ممكن تحطها في الفريزر مدة نص ساعة بس ولا ساعة وتخلي تشتغل، هيكون معاكي نتيجة جميلة جدا. هنا بقى عشان نبدأ تجليس الطبقة التانية من الكريم شانتيه، حطيت 150 جرام كريم شانتيه خام بدون سكر، وعليهم 50 جرام سكر حبيبات، وحطيت من كوبايه لكوبايه ونص منتجه من الفريزر، او ممكن كوبايتين حسب نوع الكريمه عندك. وبعد ما اضربهم حطيت معلقه جناش كبيره، وبعد كده زودت اللون بالوان جل اللي هو لون اسود ونقطه لون احمر ونقطه لون بني. شايفين ده اللون اللي انا عايزاه، تمام. وتماسك الكريم شانتيه، شايفين تماسك الكريم شانتيه دي؟ اقول لك ليه دلوقتي التورته ما شاء الله يعني عجبت العميله جدا بسبب تماسك الكريم شانتيه. انا طلعت خلاص تورته من الفريزر زي ما انتم شايفين، وبدات احط كده بقى لو حابه الشغل يطلع معاكي بيرفكت، تقومي انت حاطه بقى الكريمه في كيس حلواني او في كيس ثلاجه وتبداي تفرديها بالشكل ده. التجليس هيطلع معاكي جميل ومظبوط جدا. انا كان ممكن اكمل بالكيس الحلواني من فوق، بس يعني حطيت كده معلقه بالاسباتولا وبدات افرد الكريمه من على وش التورته من فوق، شايفين بالاسباتولا، ومشيت مره واحده بس على الكريمه، ما شاء الله اتسوت ازاي. هون بعدها بقى بعد عملت بالاسباتولا كده هجيب اسفه، هجيب السكلافر ده وهمشيه، شايفين بسحب سحبه واحده بس بتظبط معايا. شايفين تسحبي تظبطي كل جنب لوحده اهي، وبين كل مره والتانيه تمسحي السكلافر من الكريم شانتيه وتنزليه في الذره الاحمر ده، تضيفي ميه عاديه ويظبط معاكي ما شاء الله. بعد كده بجيب السكرابر وبسحب الكريمه من فوق على وش التورته من بره لجوه زي ما انتم شايفين، واظبط بالاسباتولا. خدوا بالكم هي مش بتتجلس بسهوله زي ما انتم شايفين كده في الفيديو، لا طبعا لازم يكون عندك صبر، لازم تطلعي الحاجه من قدامك جميله جدا وتتعودي مره واثنين وثلاثه وان شاء الله تظبط معاكي. لازم تمسحي البورد من اي كريم شانتيه او اي فتافيت او اي حاجه. وبعد كده جبت السكرافر اللي بلوسمون ده حسب اللي انت حابه اللي تعمليه، طبعا ده كان شكل جديد كان عاجبني حبيت ان انا اعمله. تفضلي تمشي كده، شايفين بمشي القاعده بايد الشمال وايد اليمين ثابته ولحد ما تجيب الشكل اللي انت عايزاه. والله بجيب معايا الشكل مظبوط من اول مره، بس انا مش عارفه ليه بحب اعيد مره واثنين وثلاثه. يعني هو انا اتعودت ان هي تطلع صراحه بيرفكت الحمد لله. بعد كده اظبط اخر تظبيطه بقى ان انا اسحب بالاسباتولا من بره لجوه زي ما انتم شايفين سحبه بسيطه. خلاص كده التورته ما شاء الله اتجلست وبقت جميله جدا. دي الطريقه اللي لو انت مبتدئه ان انت تجلسي على مرتين، طريقه سهله ومضمونه وجميله جدا وهتريحك جدا في الشغل. خلاص كده بقى لازم تدخل الفريزر علشان نحط عليها الصوره، لازم تدخل الفريزر مش اقل من ساعه وحسب تبريد الفريزر عندك. جبت انا مولدات سيليكون وسيحت شوكولاته بني خام على حمام بخار، وبدات اعمل في مولدات السيليكون دي حروف اسم جنى، ده اسم البنوته اللي كان عيد ميلادها، وعملت اختصارها ببيرث داي والعمر بتاعها 9 سنوات. بعد خلاص التورته ما اتلجت خرجتها شايفين من الفريزر. جبت بقى ده الشوجر شيت اللي انا كنت طالباه، وطلبت معاه شويه فراشات من برضو من الشوجر شيت بالشكل ده. وبعد كده اخدت المقاس زي ما انتم شايفين قبل ما افصلها من الورقه بتاعتها. خلاص انا كده بعد ما خدت المقاس، انا كنت طبعا عارفه ان المقاس هيكون اللي انا طالباه. جبت هنا دي نوتيلا سيحتها على حمام بخار، شايفين اكيد البخار واضح قدامكم. يعني النوتيلا مع ذلك ان هي حطاها دافيه على التورته، ومع ذلك الحمد لله ما حصلش اي تجانس ما بين الكريمه وما بين التورته. مع ان لو تلاحظوا ان انا حاطه طبقه بسيطه جدا من النوتيلا، يعني الكريمه واضحه تحت النوتيلا. دي نوتيلا لاحظي ان انت مجرد ما تحطيها لازم تكون التورته متلجه
لازم ما تحطيش الصورة على التورته خالص غير لما تتماسك، وهتشوفي دلوقتي. انا هنا طلبت الشوجر شيت معاه الفراشات دي، قصتها كده بالمقص زي ما انتم شايفين. انت براحتك بقى حسب الحجم اللي انت طالباه. هنا بقى لازم تتاكدي ان شايفين حاطط ايدي على النوتيلا اهي مظبوطه، مش تماسكت يعني مش مسكت في ايدي. النوتيلا نشفت بالظبط اكنها شوكولاته خام محطوطه. الطريقه دي جميله، والنوتيلا بتدي طعم جميل جدا. شلت كده الصوره من الظهر بتاعها شوجر شيت وحطيتها بالشكل ده. طبعا خدي بالك اوعي الصوره يلمسها اي ميه خالص او اي مواد سائله، لانها هتكرمش منك وتبوظ. جبت التيب بتاع بلح الشام ده وحبيت اعمل منه شكل الضفيره او شكل السلسله دي. الشكل ده عجبني جدا، عملته في تورته مدوره في الفتره اللي فاتت. وحبيت لما طلبوا مني تورته شوكولاته حبيت ان اعمل بها بالشكل ده. هنا انا طلبت الصوره تكون مقاسها 20 في 20. لازم طبعا تطلبوا الصوره حسب التزيين اللي انت هتزينيه، التورته شوجر شيت بالذات. تمام. طلبت صوره مقاسها 20 في 20 علشان ان انا اعمل الروزيتات حواليها، يا دوب تكون زي ما انتم شايفين ما شاء الله طلع المقاس مظبوط معايا. جبت بنفس التيب وبدات اعمل روزيتات. قفلت بقى التورته من تحت بالشكل ده. طبعا لو شفت تفكري ده التيب ده صغير، لا طبعا انا عملته بنفس التيب اللي عملت بيه الضفيره اللي فوق دي او السلسله. بس بايدك انت تقدري تتحكمي وتعملي الروزيتا تكون صغيره. وبعد كده جبت كريسب صغير حطيته على الشكل السلسله من فوق بالشكل ده. وبعد كده جبت الحروف بتاع البنوته اختصارها ببيرث داي، وحروف البنوته اسمها جنى حطيتها بالشكل ده، وحطيت الرقم بتاع 9 ده العمر بتاعها. هتشوفوا دلوقتي مقطع فيديو للتورته دي. التورته دي اخدت في الطريق يجي ساعه، كانت العامله واخداها في عز الحر. طبعا ولادي قالوا لي التورته دي هتسيح مش هتوصل معاها. طبعا وقفت في الطريق تشتري زينه للعيد الميلاد كمان، والحمد لله بعتت لي ريفيو جميل جدا عليها. لان انا عامله حسابي يا جماعه لازم يعني تحذري خطا الغير، ان ممكن غير يعني لو اخر التورته تفضل فتره طويله في الطريق او اي حاجه، او ما يدخلهاش التلاجة. ممكن تكون التلاجة عنده مفيش فيها مكان، او تقعد فتره طويله عما تتقطع اثناء احتفال عيد ميلاد، او يحط عليها شمع زي ما هتشوفوا دلوقتي. نسبه كميه الشموع اللي اتحطت دلوقتي في حوالين التورته لا سيحت معايا الكريم شانتيه، ولا سيحت ولا اثرت على الصوره ولا اي حاجه. واشوف دلوقتي المقطع اللي جاي ده لقيت العامله بعتهولي مع ريفيو جميل جدا، وقالت لي بسم الله ما شاء الله التورته مع كميه الشموع وقعدت فتره طويله على ما اتقطعت وما اتأثرتش لا بالشمع، ولا ان قعدت فترة طويلة في الطريق، ولا الصورة اجرى لها اي حاجة. وده كان الريفيو من العميلة. وكمان جابت لي يعني ما شاء الله شكرت لي فيها جدا وبعتت لي الريفيو ده ما شاء الله. يعني اتصلت عليها وشكرتني كتير على التورته دي. التورته دي يا جماعه انا طلعتها صراحه 350 جنيه، بس هي بجد تستاهل 400 جنيه. بس انا قلت للعميله ان من عندي لها ال 50 جنيه دي. وبكده خلاص زي ما انتم شايفين وصفه النهارده خلاص خلصت. يا رب تكون عجبتكم، يا رب ما كنتش طولت عليكم، ويا ريت عجبتكم ما تنسوش في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد اول باول. وان شاء الله انتظروني في فيديو جديد بوصفه جديده باوردر جديد من اوردرات رشا نشاو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.